اهي دي بقى الوصفة اللي بتخطف قلبي، وبعملها فطار وعشاء وغدا كمان، ما هي من غير قلي ولا دخان. وصفة النهاردة خطيرة قوي، تعمليها كده في دقايق زي ما قلتلك. كل يوم هتعمليها، لذيذة بشكل مش قادرة أقولك. سمي الله وصلى على رسول الله، وتعالوا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. ولو أول مرة بقى كده بتشوفيني، ما تنسيش تعملي متابعة واعملي مشاركة للفيديو ولايك علشان يوصل لكل حبايبك. وصفة مهمة جدا، فخلي الكل يستفاد منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أنا كده معايا بتنجانية، زي ما انت بقى عاوزة الكمية اللي انت عاوزاها. نقي دايما البتنجانية الخفيفة اللي بتلمع كده علشان تكون طازة كده وتستفادي بالقيمة الغذائية بتاعتها، ما تكونش دبلانة. بصي بقى من جوه عاملة ازاي، لا مبزرة ولا أي حاجة، بافتة زي القشطة كده، زي قلوبكم بالظبط. وهنبتدي ان احنا نقطعها كده. الوصفة دي بقى كده في دقايق بالظبط بتعمليها، دقايق ايه، دقيقة واحدة يعني، مش هتاخد وقت اصلا. ولا بقى هننقع في مية وملح، ولا نحط رش عليها ملح، ولا الكلام من ده. هاتي كمان قرن فلفل كده، حبة سبايسي تمام، حبة رومي، حبة فلفل احمر، اصفر، اخضر، اللي انت حباه. ومعانا كده كمان طماطمتين. تمام. وما تنسوش بقى تعرفوني بتتابعوني من انهي بلد بجد. طيب ومعانا كمان قد كام فص توم كده، يلا بقى بسرعه كده قطعناهم على البوتاجاز كده. حبه زيت صغننين قوي، واي طاسه فيها الالومنيوم ستانلس زي بتاعتي كده. وابتدي كده ايه، رصي البتنجان، ورصي كمان الطماطم والفلفل كمان، كله حطيه كله مع بعضه، وفصين التوم. في اسهل من كده، اجمل من كده. وصفه خطيره جدا يا جماعه بجد، اعملوا مشاركه بقى علشان الكل يستفاد منها ارجوكم. تمام اهو. وبعد كده هنبتدي نرص كل حاجه بتاعتنا. تمام. وهنبتدي ان احنا نغطيها، النار بقى نهديها بقى، يعني خلي النار هاديه ونغطيها. بعد شويه كده نبتدي ان احنا نقلبها اهو. وما تنسونوش حبايبي في التوصيه ارجوكم، يعني ادخلوا كده على الصفحه بتلاقوا كلمه الاراء، وقدامها تقريبا نجمه، كلمه توصيه كده. قولوا رأيكم بكل صراحة، وصفاتكم بتعجبكم وصفاتي بتعجبكم، ما بتعجبني ما بتعجبكوش، اللي انتوا عاوزينه قولوا رأيكم بصراحة. لو حسيتي ان البتنجان محتاج حبة زيت خفيف، حطي حبة كمان. احنا اهو مش بنقلي ولا اي حاجة، وعملنا قبل كده وصفات للبتنجان رهيبة، فاكرين لما قليناه بمعلقة نشا، ولا شرب زيت ولا اي حاجة. البتنجان من الخضروات المفيدة جدا جدا، اللي طعمه لذيذ، فلازم يبقى في وصفاتنا اليومية. تمام. قلبناها تاني اهو لحد لما نحس انها استوت، حتى لو اتهرت واتقطعت مفيش مشكلة، احنا عاوزينها كده اصلا. تمام. تعالوا بقى كده بعد ما استوت معانا، انت بتلاقي البتنجان كده بتعمليه بالشوكة كده بتلاقيه استوى. ابتدي بقى اهرسيه بالهراسة بالبلندر بأي حاجة، اهرسيه. هتقولي الوصفة دي عاملة زي بابا غنوج، نوع من انواع البابا غنوج بس الطعم مختلف. دي طعمها خطير قوي يا جماعة، قوي قوي بجد. يعني الطبق ده بصراحة ما بقدرش استغنى عنه. طب بيتقدم جنب ايه؟ جنب اي مشاوي، كفتة، فراخ، في الفطار جنب حبة فول، جنب حبة طعمية، في الغدا جنب حبة مكرونة كده، مش عاملة جنبيها لحمة ولا فراخ. طبعا الحالة الاقتصادية مثلا مع بعض الناس بتبقى عاملة شوية، فبنعمل لهم طبق مغذي كده جنب، مثلا زي ما قلنا حبة مكرونة محمرة، حبة مكرونة بطماطم. اعملي الطبق ده مغذي ولذيذ جدا، مليان فيتامينات. نحط بقى بعد ما هرسناه كده حبة ملح، حبة كمون. تعالي بقى نزود القيمة الغذائية، حبة معلقة طحينة كده، وحبة زيت خفاف من على الوش. الله بجد على جمال الطبق ده، الله بجد، الله بجد يستاهل مشاركة ويستاهل لايك يا جماعة. والله جربوه بجد هتعتمدوه على طول. وبحاول كل يوم أقدم لكم وصفة اقتصادية وتكون لذيذة ومغذية. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش زي ما قلت لكم متابعة ولايك وشير. وأقول لكم إيه، الله بجد الأول خطير، طعمه تحفة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم.